يقول يا أهل اليمن وش زادكم وش ماكم يوم استبيحت فالقصيد دماكم لمدة وأنا أدور شاعر هل فيه شاعر ساكن بحماكم. جبنا لكم قاف ووزنه وافي القاف نشف ريقكم وضماكم القافية وافي يقول سنافي وشلون تنطق شعرنا بكماكم. من بعدها جت قافيتنا صاصة ما في شاعر ذاد عن مرماكم القافية صاصة يقول خلاصه وشلون تسمع شعرنا صماكم. واليوم جبنا قافية مفتوحة محددة يا أهل اليمن بسماكم لعلكم خدتم دروس الماضي ولعل فكر القافية نماكم. علمتكم للوزن والقافية واخرجتكم للنور من ظلماكم وغزوتكم بالغزوة الشعرية دمرت بالشعر أرضكم وسماكم. والوادعي يوم احتميتم خلفه دقيت خشمه ما قدر يحماكم حتى ابن جرشب لا شرب له شاهي عنز على قوس الشعر ورماكم. ردوا علينا الخيل يا خياله ولا رصاص القافية تعماكم ما حد يرد القافية لو حتى تطلع قرون العنز في جماكم. قال جاكم يماني بالقصايد جاكم والله منا ما حدا يحماكم. لو أنت لك مدة تدور شاعر ما الآن دور أين هو ملجاكم. شفت ابن جرشب كيف رجع خاسر والآن دورك يا لطيف مغباكم. ما لكم في الشعر أية معنى حتى وزن القوافي ما تبغاكم وجيت لابن اليمن تتحدى ذي كانوا زمن يرعاكم. خليك يا سماوي صاحي واذكر ايش النبي وصاكم قال احنا بلاد الحكمة واللي ايش قد نساكم. والوادعي في الشعر ما بش مثله ما في القصايد يوم قد غثاكم بس انا عارف ويش المغزى للشهرة فقط بغزاكم بس حاضر طيب بعد قل لي وين بان القاكم. نتبارز في وسط الميدان يا فستو يا دعسناكم والله لو انك منا خايف منا ان نهزمكم اتراجع وخليك ساكت من قبل منا حد يعماكم وشل النصيحة هذا مني لا عاد تتحدى أكبر من مستواكم وسلامتكم.